الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس القريب قمنا بحرق شهاداتنا الجامعية بعد ما رفعنا مطلب الشغل، وفي المقابل تلقينا هو بالانتقادات ووصفونا بأقبح الصفات. صوروا أن هناك فئة من الشعب قال لك هذول اللي قاموا بحرق شهاداتهم الجامعية أنهم سفراء إسرائيل بالجزائر، يحاولوا يدخلوا الناطق. على واش؟ قلنا لهم دخلونا ناخذ. كي قلنا لهم المطلب قال لك راكم عملاء للناطق. وبعض الآخر واش قال لك؟ قال لك الرزق بيد ربي. عارفين هذه مش اللي تجي تقول هذه. ربي يخلق ما يضيع، بصح ربي يقول لك اسعى وبادر. والبعض الآخر قال لك بطالة مشكل عالمي. أنا نقتنع بالبطالة ونرضى أني نكون بطال كي نشوف أبناء المسؤولين وأبناء المنتخبين وأبناء النفوذ وأصحاب المصالح أولادهم بطالين، لما نرضى أني نكون بطال. احنا في المقابل الوزير الأول يخرج لنا بإصلاحات وينادي باش يعالجوا جروح الشباب هذا ويشوفوا المشكل تاعو، يخرج لك بخطاب ويقول لك هذا شرير. علاه ابنك نتايا راه بطالة ياك. الحكومة عندهم امتيازات كبرى من سكن، عمل، علاج بالخارج. لا ما قلنا لكم لا علاج بالخارج، ما قلنا لكم لا سكن. السكن من حقي بصح والو نحوس على خدمة. أنا ما قريتش بشرية، تناو الدبلومات رانا حرقناه. دركا يا عجبة عاد بيقول كلب حاشاكم انه يتغاضى مبلغ 12 مليون وموظفينه في الشركات البترولية، وحنا ما كانش نارية تهدر يقمعوه. عاد كلب خير مني. وراه الكرامة، وراه الجزاء العزة والكرامة، وراه المادة 34 من الدستور اللي تنص على عدم المساسة بكرامة الإنسان. كلاب بيتبول يوظفوا فيهم، والشبيبة عاد تفكر في الانتحار، عاد السجن، عاد المخدرات. علاه تكثر الآفات الاجتماعية؟ في ميزكم علاه تكثر؟ تهميش الشباب. كان راهم معتنين بالشباب ما تصدرش عندنا آفات اجتماعية. وانا نوجه لواحد الرسالة اللي قال لك هذون راهم عملاء للناطق. كلمة أن تحتج على فاتورة تاع تريسيتي، تروح تحتج على فاتورة تاع تريسيتي يقول لك تهدد أمن واستقرار الدولة. ما نسمح لأي حد يطعن في المصداقية الوطنية تاعنا. مش اللي تجي توريني كيفاش نحافظ على استقرار البلاد. أنا ما رضاش نسكت. كي تصرات زي في الجزائر حاجة احنا نكونوا الواجب، احنا نكونوا في الواجب، مش ولادهم هما اللي يروحوا للخارج. احنا دركا ما فهمناش حاجة. رئيس الجمهورية نادى بالإصلاحات، وراها الإصلاحات تاع رئيس الجمهورية، وراها اللي الخطابات اللي نادت بقوة وعظمة الشباب. احنا ما خرجناش نعبروا الحق تاعنا بالكسر والتحطيم، خرجنا سلميين رافعين علامة وطنية من الجزائر تاعنا هذه ونحافظوا عليها. وتلاقونا في المناسبات، تلقونا معاكم متجندين. الجزائر تلاقونا كاملين حتى حدو معاكم، وكي نشكاو لكم احنا تقمعونا. وراكم رايحين بالشباب، لا تحسوا انتحروا. راكم تدفعوا فينا بطريقة غير مباشرة الانتحار. الطرف فينا راه السجن. حسوا بينا كيما راكم تشوفوا في ولادكم، شوفوا فينا حنايا، شوفوا فينا حنا. السي الوزير الأول قال لك أخدم الفلاح، نخدم الفلاحة ونعتز أني نخدم أرضي. بصح وشاني ما ديرليش قروض ربوية، ربي يحرم الربا. نحلي القروض واعطيني قروض بدون فائدة، نخدم لك الأرض. مستعد ما ننسى القراية وكلش، بصح الأرض نخدمها. اعطيني قروض بدون فائدة، نخدم لك الأرض. انت سكرت لي كاع الأبواب، منا ما كانش ما تخدمش الشركات البترولية معليش، ومنا تروح يقول لك اخدم الفلاحة ولازم ندير لونساج ولازم ندير ربا. انا ما نديرهاش، سكرت لي الابواب. يا الشعب الجزائري يلي راكم فيه انتقدتونا، اعطونا حل سلمي
ونديرو. ما كانش حل سلمي وما درناش، درنا كلش حتى نوصلنا حرقنا شهاداتنا الجامعيه. ومن بعد يخرج لك الوزير الاول بخطاب العوض يفتح يعالج مشاكل الشباب ويواسيها. يا سي احشيها لي بلعطني، يقول لي يا شباب وانتوما وكذا واسيني. تخرج تزيد انا من بكري مدمر وتزيد تدمر عليا بخطاب تقول لي شرذيمه. هذا وزير اول، هذه حكومه، هذه حكومه تقتل في شبابها، هذه حكومه راها تقتل في شبابها. يا رئيس الجمهوريه نحوسك تخرج تشوف الشباب هذا واش راه يعاني. ماناش نحوسوا على الخطابات وشيني خطابات مجرد حبر على ورق. ماناش نحوسوا الخطابات تاعكم مجرد ثوب ترتادونا باش تعطوا صبغه ديمقراطيه. انا دركا انا متشبعين بالقضيه تاعنا ومتواصلين. مش راح انا اللي نهدك ونقول لك نكسر ما نخربش بلادي وما ندنسش بلادي وما تحركنيش ايادي خافيه. انا متشبع بقضيتي. رانا رايحين ان شاء الله بربي نديروا اضراب عن الطعام ياك ونوكلوا عليكم ربي. الكلمه هذه واش تسوى؟ تخيلها يا مسؤول، تخيل هذه كلمه نوكل عليك ربي ياك، تخيلها. الا ماكش عارفها نقولها لك. تخيل تخرج في اعز. احنا ما نتمناوهاش لولادكم ونساكم، ما نتمناوها لكمش ياك، بصح صعيبه. انا قلتها الله قال نوكل عليك ربي، بصح اسالنها تخرج. يا خويا خرجوا لنا باصلاحات. صح درتوا اصلاحات بصح جسدوها كرزوها باش نحوسوا ديروا لنا خطاب امتصاص غضب الشباب. ومن بعد كي تجي تحتج بطريقه سلميه يقول لك تجمهر. ومن بعد تروح عند البيرو موندافر يقول لك ما تجمهرش. انت في ميزك البطال هذا وين يروح؟ وين يكون المحيط تاعو؟ يروح القهوه يريح، ما عندوش دراهم باش يخلص القهوه. يروح عند بيرو موندافر، كي يروح عند بيرو موندافر يجوا يعتقلوه. وين راكم رايحين بهذه العقليه؟ وين راكم رايحين؟ انت سيد يروح في القهوه ما عندوش باش يخلص، يحتاج عند البيرو موندافر البطال لازم الواحد تاعو في البيرو موندافر يعتقلوه. وين يروح؟ يريح في دارهم يقول له بابا ظل انت راقد وتقابلني وتشوف فيا. وين يروح؟ وين؟ فهمونا وين يروح؟ تروحوا في الوحده تهنوا مني، اقتلونا وتهنوا مني. حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف كيفاش رانا نحتاجوا. قلنا لهم آن الأوان لتطبيق المادة 55 من الدستور حق العمل لكل مواطن. قلنا لهم تطبيق إياكم ومخالفة المادة 34 من الدستور. هنا شوفوا وين رانا، صور هنا. هاي الطريق تمشي. احنا ماناش من الشباب اللي نحطموا ونكسروا. هذا مش الاحتجاج الأول، هذا هو بال20 ولا 40. هاي الطريق تمشي نورمال. الطريق هاي تمشي نورمال. رانا هاي أنا عند باب الولاية. ما سكرناش بصح. شوف المسؤولين هنا. احنا رانا عند باب الولايه، احنا عند باب الولايه هنا مع التصميم. شوف واش راهم قابلونا برجال الشرطه. احنا ومغلوقين ما كاش باب حيوان لحد الان ما جانا وني مسؤول ني والو. ديما نحتجوا هنا. الطريق هاي مفتوحه، هاي الناس تمشي نورمال عادي. دايرين هم المواد دستور. هنا شوف مكثروا لنا رجال الشرطه. احنا شحال رانا نواعد؟ شوف 1 2 3 4 5 6 7 7 جايبين لهم العشرات من الشرطه. هذا تهديد معنوي، هذا تهديد معنوي. ولحد الان مسؤول ما يجيش يقول لك هذا الشباب وش بيه. انا هاك قلت لكم قبل وين راكم رايحين. انا بطلت ما نخدمش. هاي ليكم الشغل. انا جاوبوني على سؤال واحد. بطلت ما نخدم ما والو خلاص يوناما بطلت. جاوبوني على سؤال واحد برك. وين راكم رايحين بالشباب؟ هذا الشباب وين راكم رايحين بيه؟ وين راكم رايحين بيه؟ لا ولادكم جزيريين واحنا لا. لا المليون ونص مليون شهيد اللي ضحى من اجل هذا الوطن خلى رساله قال لك والو هذه الجزائر الابناء المسؤولين والسلطات والشعب الاخر والو ما خلوه يعيش في المذله وفي المهانه. الشهداء اللي ضحوا بمليون ونصف مليون شهيد ياك، اللي رفعوا شعارات الله اكبر وقالوا مع اللي بناء الجزائر الحبيبه بناوهاش باش نتذلوا.
الجزائر للجميع ويبنيها الجميع. صح هذه لقيناهم مجرد غنى. الجزائر للجميع. انا راني قلتها لكم يا جماعه، والله ما قدرت. كاين ناس يقول لك هاظون على الشباب هذا يفسدون. اخويا ما نفسدش، اخويا انا مقتنع بقضيتي. ما نقدرش اني نكون ونسكت ونصمت ونشوف ابن مسؤول راه عنده امتيازات كبرى، راه في الدولة الفلانية، راح للدولة الفلانية، راه باني فيلا، راه مش عارف وين، راه يخدم في الامباصات مش عارف كيفاه، وانت ما تهضر تقول له اعطيني خدمة، اعطيني يا مسؤول جيتك خدمة، يقول لك انت شكون؟ عندك قهوة؟ هذه لغة عاد متواصلة. بابك وش يخدم بابك؟ خلاص خل كيما هكا. ربي يهدينا ان شاء الله، والسلام عليكم.